السلام عليكم ورحمة الله. تالتة إعدادي لغات، أهلا بيكم. معادنا النهاردة مع تاني حصة في منهج الجبرا، وقلنا المنهج بتاعنا بيتكلم على السولفينج ايكويشنز. المرة اللي فاتت اشتغلنا مسائل مقالية كتيرة جدا. لو انت خلصت الأسئلة اللي في المقالي والأسئلة اللي في الواجب بإيدك فانت أكيد هتلاقي الدرس زي ما حد كده قال لنا تحفة. والله العظيم ما بهرج، يعني كلمة عجبتني جدا. يعني الكلام ايه؟ تحفة يا مستر والله. فأتمنى يكون الباقي نفس الوضع يا رب. النهارده هنعمل ايه بقى؟ الناس اللي راحت استعجلت وفتحت المعاصر لقت ان اللي تشوز غريب. انا ما اتكلمتش عنه، وانا يعني نبهت على الموضوع ده وقلت لك اتقل، ما تستعجلش، مش هنسيب حاجه، بس واحده واحده. المره اللي فاتت كان في تارجت، والمره دي في تارجت مختلف، ولسه انا مكمل على ليسون 1. معلش طول بالك معايا. النهارده هناخد يعني تقدر تقول نوتس على ليسون 1، وهي افكار مهمه جدا جدا جدا، وهعمل معاك مفاجاه عشان تكون عارف الماث بيتلعب ازاي. يعني الماث لعبه، تمام. حضرتك الترم الاول خدنا درس اسمه فورمينج ايكويشن اوف ستريت لاين في الجيومتري، صح؟ صح. تعال بس معايا هنا، تعال اللي هو كان بتاع واي ايكوالز ام اكس بلس سي. ايوه هو الدرس ده. كانت الام ترمز لايه؟ للسلوب، والسي الانترسبتد بارت، intercepted part of y axis، اللي هو الخط كان واخد حته قد ايه من الواي اكسس، وحته من فوق البوزيتيف ولا حته من تحت النيجاتيف. ايوه مستر، ايه علاقه الكلام ده؟ ما هو الكلام ده انا هحتاجه هنا. هعمل زي وصله، كوبري بين حاجه الترم الاول مع انه جيومتري مع حاجه الترم الثاني اللي هي الجبرا. وانا مش هيفرق معايا يا جماعه الكلام ده كان ترم اول ولا كان ترم ثاني. انا دلوقتي عايز حرفيا اكومباين، هضم الاثنين مع بعض. بعد ما انا عارف ازاي اعمل ايكويشن اوف ستريت لاين، انا النهارده هستخدم المعلومات بتاعه الدرس اللي هو السولفينج ايكويشن او two equations of first degree in two variables مع هذا الدرس. بس معلش حته صغيره كده نقول عليها ريفيجن على الترم الاولاني، وهاجي افكرك بكم ملحوظه كده مهمين جدا جدا جدا. بسم الله. لما كنت بدي لك الايكويشن بالشكل ده y equal 3x plus 5، واجي اسالك هنا السلوب بكام؟ وليكن دي اول نقطه، فهنا هتقول لي السلوب ايكوال الرقم اللي جنب الاكس 3. ما دام الواي في ناحيه لوحدها يبقى الرقم اللي جنب الاكس هو السلوب. طب والسي؟ تقول لي السي هي 5 يا استاذي. طيب النقطه الثانيه، لو جيت قلت لك مثلا 2y equals 4x minus 6 وطلبت منك انك تجيب السلوب والسي، الام والسي، لازم تخلي الواي لوحدها، فهودي 2 ديفايدد. مراجعه على الترم الاول جيومتري، هربطها مع الجبرا الترم الثاني. الجبرا الترم الثاني ليها علاقه بجيومتري الترم الاول. اقول لك هتشوف دلوقتي. اتقل. تعال نعمل كله ديفايدد 2. ديفايدد 2 يبقى 2x، ديفايدد 2 يبقى ماينس 3. لذلك او من ذلك، من دي يبقى السلوب بكام؟ تقول لي 2. طب والسي بكام؟ تقول لي نيجاتيف 3. حتى الان في مشكله؟ لا. رقم 3 الكلام ده هتكتبه معايا، يا بتسمع النقطه على بعضها وبتطلع تكتبها، يا هخلص الاربع نقط وترجع تكتب الاربعه ورا بعض. ماشي؟ لازم حاجه من الاثنين، يا بتكتب معايا نقطه نقطه، يا بتسمع من الاول وبعدين تروح كاتب الاربعه. انا هكتب 4 نقط. رقم 3، لو جيت قلت لك 2x بلس 3y ماينس مثلا 12 ايكوال 0، لو الايكويشن كلها متجمعه في حته واحده، how to get slope، how to get c. ازاي اجيب السلوب؟ اشهر قانون في الترم الاول عشان تجيب السلوب، نيجاتيف كوفيشنت x ديفايدد كوفيشنت
واي. يعني ايه؟ يعني نيجاتيف الرقم اللي جنب الاكس اللي هي نيجاتيف 2 ديفايدد الرقم اللي جنب الواي اللي هي 3. اما السي نيجاتيف الابسوليوت تيرم ديفايدد كوفيشنت واي. مين الابسوليوت؟ اللي هو الرقم ده اللي مفيش جنبه اكس ومفيش جنبه واي. يبقى نيجاتيف النيجاتيف 12 طلعت 12 بوزيتيف على كوفيشنت واي اللي هي 3، ف12 على 3 تطلع 4. بس برضو كان هنا في حاجه مهمه وهي دي رقم 4. لو جيت قلت لك مثلا 2y minus x equals 12. ركز هنا، لا الواي والاكس في ناحيه واحده بس الابسوليوت بره بعد الايكوال. صح. ازاي تجيب السلوب؟ تقول لي نيجاتيف كوفيشنت اكس ديفايدد كوفيشنت واي. مين اللي جنب الاكس هنا؟ نيجاتيف 1، فيبقى نيجاتيف النيجاتيف 1 ب 1 ديفايدد كوفيشنت واي اللي هي 2. لو عايز اجيب بقى السي مش هنقول نيجاتيف ابسوليوت. ليه؟ لان الابسوليوت بره. الرقم هنا كان نيجاتيف 12، كانها طلعت بره بوزيتيف 12 مثلا، يعني تشابه ارقام. رقم 3 غير رقم 4 خالص. انا بتكلم في 3 و4 عن تو ايكويشنز مختلفين. المهم ان الابسوليوت هنا لو بعد الايكوال يبقى تقول لي الابسوليوت ديفايدد كوفيشنت واي مباشره. يبقى الابسوليوت 12 واللي جنب الواي هنا 2. 12 ديفايدد 2 ايكوالز 6. انا محتاج كل واحده من الاربعه دول، فحضرتك يا تعمل بوز توقف الفيديو وتكتب الاربعه ثانيه واحده فقط اهم، يا تعمل سكرين شوت. انا بحاول اجيبها لك كلها في صوره واحده. ايوه حلوه جدا اهي. سكرين شوت يا باشا وبروز لي الحته دي خلاص، او وقف واطلع اكتب الاربعه واكتب ده ريفيجن على الجيومتري الترم الاول. المستر دلوقتي هيربط الكلام ده مع الجبرا الترم الثاني. ازاي هيحصل الكلام ده؟ خد نفس وتعالى نشوف مع بعض. بسم الله. كنا بنقول مع بعض المره اللي فاتت يا جماعه ان انا على الجراف لما ادي لك تو ايكويشنز واقول لك جراف كنا بنروح نرسم تيبل اولاني ومعاه لاين، تيبل تاني ومعاه لاين، وبعدين كان بيحصل 3 حالات. يا اما اللاين الاولاني بيعمل انترسكشن مع اللاين الثاني، خلينا نعمل زوم على الحاله دي، يا اما اللاين الاولاني L1 يعمل انترسكشن مع اللاين الثاني L2 فيتقابلوا في نقطه. هذه النقطه انزل قصادها واخد اللي على الاكس وليكن اسمه A مثلا، واروح على الواي وليكن اسمه B. ما بحبش انا ام عشان ام دي ما تدخلش في السلوب. A و B يبقى السوليوشن ست A و B، ست جواها اوردر بير A و B. طبعا بيكونوا ارقام، يعني لو هنا 3 وهنا 2 يبقى السوليوشن ست 3 و2 ماشي. لو هنا 1 وهنا 5 يبقى 1 و5. لو هنا 2 وهنا 7 يبقى 2 و7. هو ده السوليوشن ست. بيقول لك هنا ايه؟ there is a، يا بتوع اللغات يا متعلمين، يونيك سوليوشن، حل وحيد فريد مفيش منه اتنين. تمام؟ يبقى هنا اول حاله كان بيطلع ان عندي انترسكشن بوينت واحده، تمام؟ والانترسكشن بوينت دي هي السوليوشن سيت. يبقى الانترسكشن بوينت هي السوليوشن سيت، سميناها A و B. الانترسكشن بوينت هي السوليوشن سيت. ثبت دي معايا. السؤال بقى، ولا اقول لك خلينا ناخد الحالتين التانيين. كان عندي حاله تانيه ان انا ارسم اللاين الاولاني وارسم اللاين التاني فالاقي الاثنين جايين على بعض. طب هتلاقي ان في الحاله دي الخط ده والخط ده اتقابلوا في كام نقطه؟ تلاقيهم اتقابلوا مثلا مره هنا ومره هنا ومره هنا ومره هنا ومره هنا، مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا. وطبعا الستريت لاينز ممتده ما توقفش، معنى كده ان هم اتقابلوا في انفينيت نمبر اوف بوينتس. دول اتقابلوا في نقطه واحده يا جماعه. بص عملوا انترسكشن فاتقابلوا في نقطه واحده. اما اللي جم على بعض كوينسيدنت، اولهم كلمه كوينسيدنت يا جماعه، وير ات از اهي كوينسيدنت. كوينسيدنت يعني متطابقين. يبقى اتقابلوا كم مره؟ تقول لي ملايين المرات. infinite number of points او infinite number of solution. there is infinite number of solution.
كان عندي حاله ثالثه بقى، ان اللاين الاولاني واللاين الثاني يطلعوا باراليل بعيد عن بعض، ما تقابلوش ولا مره. السوليوشن سيت اسمها فاي. طب لو سالتك عدد الحلول زيرو، هنا يا جماعه there is no solution. السوليوشن سيت فاي. no solution او نقول له zero solution. number of solutions is zero. النمبر of solutions is zero. فتخلي بالك عشان انا دلوقتي اول ملحوظه هتكلم عنها في الدرس اللي هي النمبر اوف سوليوشن. هل بيطلع لي حل وحيد واحد فقط، ام عدد لا نهائي من الحلول infinite number of solutions، ولا حل زيرو؟ عدد الحلول بيبقى زيرو. السؤال بقى، هل في طريق يا مستر اقدر اعرف بيه عدد الحلول زيرو ولا 1 ولا انفينيت من غير جراف؟ قال لي ايه الطريقه دي بقى؟ قال لي الترم الاول. الملحوظات اللي كتبتها هناك على جنب دي، تعال استخدم هذه الملحوظات في الحته دي. تبدا حضرتك اول ما ادي لك التو ايكويشنز من غير جراف، اول ما ادي لك التو ايكويشنز تعمل ايه؟ تروح تجيب اما سلوب الخط الاول وسلوب الخط الثاني. يعني مثلا هنا في كل الاسئله دي، الثلاث اسئله دول بيقول لك هنا ايه؟ find the number of solutions of each of the following. ده سؤال وده سؤال وده سؤال، ثلاث اسئله. الثلاثه دول طبعا انا جايب لك سؤال على كل حاله، فهيطلع لك مره 1 solution ومره 0 ولا حل لما يكونوا parallel، ومره infinite number of solutions without graph، من غير جراف. ازاي؟ ده اللي هقول لك عليه دلوقتي. خد نفس وقول بسم الله. اول حاجه بيقول لك ايه؟ تروح تجيب السلوب الاولاني من اللاين الاولاني. القانون ايه؟ نيجاتيف كوفيشنت اكس ديفايدد كوفيشنت واي، يبقى نيجاتيف 2 على 3، واروح اجيب السلوب الثاني من هذا اللاين، نيجاتيف كوفيشنت اكس ديفايدد كوفيشنت واي، وتسال نفسك هل السلوب ده هو السلوب ده؟ لا. من الترم الاول يا جماعه كنا بنقول لو السلوب غير السلوب يبقى التو ستريت لاينز انترسكتنج. معلش هو طلع فيرتيكال كده مش عايزه. بنمسح منين هنا؟ ما هو من الظهر صح؟ هيطلع مثلا بالشكل ده. ما دام السلوب مختلف يبقى الخطين ميلهم مختلف، ولو الميل مختلف يبقوا intersecting at one point. يبقى هنا حصل intersection at one point، يبقى عدد الحلول one solution. عندك كم حل هنا؟ حل هنا تقول لي one solution. نيجي بقى للمسألة الثانية دي، خلاص خلصت. السلوب غير السلوب يبقى one solution، M1 غير M2 يبقى على طول one solution. الموضوع انتهى. تعال نشوف الحالة الثانية والحالة الثالثة. بسم الله. تعال نجيب M1 نيجاتيف coefficient x divided coefficient y، نيجاتيف 1 على 2. M2 نيجاتيف 3 اللي هي نيجاتيف coefficient x divided coefficient y، نيجاتيف 3 على 6 يا جماعة بنيجاتيف هاف. لو السلوب قد السلوب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجه من اتنين، يا التو لاينز باراليل نفس الميل، يا اما التو لاينز كوينسيدنت لازقين في بعض. طب اعرف منين؟ هاو كان اي نو؟ اعرف منين يا مستر؟ على فكره في واحد زميلك قال لي على ملحوظه هنا، قال لي انا ريحت دماغي، انا رحت عملت دي على الكالكوليتور طلعت لي السوليوشن سيت رقم ورقم، حل واحد انتهت من غير ما اعمل والكلام ده، ما تدوشنيش. طبعا اخوك اتهزق بما فيه الكفايه. ليه؟ لان الحالتين دول ما ينفعش يطلعوا بالكالكوليتور، الحالتين دول بيطلعوا ماث ايرور، فاللي فيها لعب اصلا لازم تعرف طريقتها من غير كالكوليتور. فبعد اذنك كده كده هوري لك الكلام ده على الكالكوليتور دلوقتي، فانا عايزك تشغل دماغك دلوقتي منتل. حضرتك محترم مركز بادئ الترم كويس جدا، عايز تعرف كل المعلومات، فانا جاي لك هنا بايه؟ بالزبد، الفراوله بتاعت ليسن 1.
فهنا يا جماعه لما السلوب قد السلوب تقول انا كده قدامي احتمالين حلين، يا اما باراليل يا اما كوينسيدنت. مين الفيصل؟ السي. الرقم الحته اللي بناخدها من الواي اكسس، فهنجيب سي 1 اللي هو هنا ايه، خلي بالك الرقم بره هيبقى ابسوليوت ديفايدد كوفيشنت واي. الابسوليوت ديفايدد كوفيشنت واي على فكره 3 على 2 ب 1.5 ماشي. ونجيب السي 2 فالابسوليوت 9 ديفايدد كوفيشنت واي 6. 9 على 6 امسك كالكوليتر واحسب تطلع برضه 1.5. يبقى دي 1.5 ودي 1.5. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الخط الاولاني والخط الثاني واخدين او معدين على نفس الحته في الواي. يبقى لما تيجي تتخيلها مثلا ده عدى عند 1.5 وبرده ده راح معدي عند 1.5، يبقى الخطين كوينسيدنت. ولو هما كوينسيدنت يبقى عدد الحلول infinite number of solution. يبقى لو ام قد الام والسي قد السي تقول لي ده نفس اللاين منطبقين، الاثنين يعتبروا ايكويشن واحده. فعندي هنا infinite number of solutions، infinite او infinite number of solutions. تعال نأكد الموضوع باخر واحده. يلا نجيب m1 negative coefficient x divided coefficient y و m2 negative coefficient x divided coefficient y. الاثنين نفس السلوب. مين الفيصل؟ السي. تعال نجيب سي 1 الابسوليوت. ليه ما خدتش نيجاتيف ابسوليوت؟ لان الرقم بره. شفت مراجعه الترم الاول عملت ايه؟ يبقى هنا ابسوليوت ديفايدد كوفيشنت واي، وهنا سي 2 ابسوليوت ديفايدد كوفيشنت واي. دي طالعه ب 4 ودي طالعه بنيجاتيف 2. هل السي قد السي؟ لا. هتلاقي الخط ده عدى فوق عند ال4 والخط الثاني عدى تحت عند النيجاتيف 2. يبقى التو لاينز ار باراليل. ولو التو لاينز باراليل يبقى عدد الحلول زيرو. نمبر اوف سوليوشنز زيرو. كلام مهم، كلام مهم جدا جدا جدا. يبقى تاني يا جدعان ده يعتبر خلاصة الموضوع، كلام مهم وبيتكرر كتير جدا 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 في اللي تشوز. فنقول تاني سريعا، بص الخصها لك كلها. بص معايا، تجيب الام الاولى والام الثانيه، لو السلوب نوت ايكوال السلوب خلاص دول اسمهم انترسكتنج. وعدد الحلول هنا هيبقى كام؟ 1. اما لو M1 طلعت ايكوال M2 تقول لي هناك احتمالين. لازم ننقل البتاع دي يمين شويه. روحي ما راحوش معايا مش مشكله. هروح اجيب M1، جبنا M1 قصدي. لو هنجيب C1 طلعت ايكوال C2 حاله، ولو C1 نوت ايكوال C2 حاله. لو الام قد الام والسي قد الام تقول لي تو لاينز كوينسيدنت. عاملين زي الكوين يا جماعه ليها وشين لازقين في بعض، يبقى هنا عدد الحلول انفينيت. اما لو مختلفين تقول لي الخطين باراليل، عدد الحلول زيرو. انا عايز حضرتك ترسم لي الشجره دي عندك كده بعد اذنك، تمام؟ عشان تبقى ملخصه لك الدنيا دي. وفي امثله كتيره على الفكره دي بتتكرر في الكومبليت واللي تشوز. الاساي بروبلمز يا جماعه كانت شغاله على السبتراكتنج او الاوميتنج جنرال ادنج وسبتراكتنج، والسبستيتيوشن شغال على السبستيتيوشن. اما تقريبا كل المالتيبل تشويس كان معتمد على الافكار دي. طيب خلينا نشوف ملحوظه كمان ونبدا نروح نجيب شويه امثله من الامتحانات السنين اللي فاتت ونحلها مع بعض. قول بسم الله. الترم الاول برضو، بص يا حبايب قلبي الكلام ده يعني يعيش معاك العمر كله، يعيش بنديك طول العمر يعني معاك العمر كله. قول يا رب. بص يا حبيب قلبي المستر،
بسم الله الرحمن الرحيم، اول ما اشوف y equal 2 من غير نقاش تعمل كده. y equal 2، في ناس قالت لي x equal 0. غلط غلط. لو قلت السلوب equal 0 صح، بس انا برضو مش عايزه. ايه الاصح؟ تعمل كده. y equal 2 ده عباره عن ايه يا جماعه؟ الترم الاول كان اسمه constant function، وكان بيقول لك ان هو represented by straight line، ايوه parallel to x axis برنس. طب واحد بيقول انا ما اعرفهاش، احفظها. الترم الاول يا جماعه كان عندك ثابت الكلام ده. اول ما اقول لك y equal 2 اروح رايح على الجراف، هنا على الجراف عندي ال 2، واروح راسم straight line parallel to x axis، خط كده بالعرض، ده اسمه y equal 2. ثم العكس، لو قلت لك x equal 5 هتعمل ازاي؟ كده. الله ينور الله ينور. vertical line ده straight line parallel to y axis، وبيعدي عند مين؟ بيعدي عند ال 5. عند ال 5 كده يا باشا هتلاقي الخط التاني منور. جميل جدا. لو خدت بالك هتلاقي ان الخط ده اللي parallel للاكس، والخط التاني اللي parallel للواي اولا perpendicular، الخطين دول perpendicular تمام. ثانيا حصل انترسكشن ولا ما حصلش؟ حصل انترسكشن. النقطة دي اللي اتقابل فيها الخط البينك ده مع الخط الأخضر، النقطة دي كأوردر دي بير، اكس بكام واي بكام؟ اقرا كده، كان الاكس هنا قصادك 5 والواي هنا قصادك 2، يبقى لو طلبت السوليوشن سيت بتاعت واي ايكوال 2 واكس ايكوال 5 تقول لي السوليوشن سيت جواها اوردر دي بير، اكس بتاعتك 5 واي بتاعتك 2. واحد قال لي مستر ما هو انا من غير ما ارسمهم اهي اكس ب 5 واي ب 2، ما هو انا مش عايزك تبصمجها، انت كده خلاص هتحفظها بعد كده تتحفظ. لما اقول لك اكس ايكوال 5 واي ايكوال 2 يبقى الانترسكشن او السوليوشن اكس بكام واي بكام. يعني مثلا لو جيت قلت لك كده the solution set of y، او خلينا نبدا باكس، x equal negative 1 و y minus 3 equal 0، هتقول لي يا مستر السوليوشن ست جواها اوردر دي بير. مين الاوردر دي بير؟ اكس هنا بكام؟ بنيجاتيف 1. طب واي بكام؟ طلع دي بره يبقى 3، يبقى الانترسكشن هنا نيجاتيف 1 و 3. بس انا كنت عايزك تبقى عارفها على الجراف كمان، عشان احيانا بنحتاج رسم واي ايكوال رقم فتعمل كده، اكس ايكوال رقم تعمل كده. ده هوريزونتال او باراليل تو اكس اكسس، ده اسمه فيرتيكال، اكس ايكوال رقم، ده فيرتيكال لاين باراليل تو واي اكسس. وباكد تاني الكلام ده ان شاء الله يعيش معاك العمر كله يا حبيب قلبي، ربنا يدي لك طولة العمر يا رب. طبعا هي مكتوب ليسن 2 لا، عشان يعني ايه نفس الفايل ده بعديه ليسن 2. طيب تعال نبص كده على كام سؤال كده يا حبيب قلبي. انت الاسئله كلها يا جماعه من المعاصر من كتاب المدرسه، كلها جت في امتحانات السنين اللي فاتت. قول بسم الله. اول سؤال بيقول لك هنا the point of intersection اللي هي السوليوشن سيت يعني of the two straight lines x plus 3 equal 0، طلع دي بره يبقى الاكس بنيجاتيف 3 و y equal 5، y جاهزه اهي. يبقى السوليوشن سيت جواها اوردر دي بير ماشي. ذا بوينت اوف انترسكشن ماشي، بوينت اوف انترسكشن يبقى نكتب الاوردر دي بير على طول من غير ست، ما طلبش سوليوشن سيت معلش مش هنحط علامه الست. بوينت اوف انترسكشن اكس بنيجاتيف 3 واي بي 5 نيجاتيف 3 و5. اتاكد ان الاكس هي الاول والواي هي الثاني يبقى نيجاتيف 3 و5. اجين يقول لك ذا بوينت اوف انترسكشن اوف ذا تو ستريت لاينز، طلع دي بره يبقى الاكس بنيجاتيف 3، طلع دي بره يبقى الواي ب 5. يعني الاوردر دي بير نيجاتيف 3 و5. المره دي مش بيسالك على البوينت، لا بيقول لك هذه البوينت هتبقى في الفيرست كوادرانت ولا سكند كوادرانت ولا ثيرد كوادرانت ولا فورث كوادرانت. تعال نفتكر كده الكوادرانتس بالمره بسم الله. ده كان الفيرست، ده كان السكند، وده الثيرد، وده الفورث. اشهر اتنين يا جماعه ما فيهمش خلاف ابدا، الفيرست بوزيتيف بوزيتيف والثيرد عكسه نيجاتيف نيجاتيف. اللي بيلخبطوا الناس ايه شويه في الاول عشان انت فاكر نفسك بيبي او فاكر نفسك طفل،
اللي هو السكند يا جماعه. يا جدعان يا جدعان قسما بالله كل مره شوف الاكس انا كده رايح شمال صح، يبقى الاكس بالنيجاتيف. طب والواي، الواي فوق يبقى الواي بوزيتيف. يبقى لو لقيت الاولاني اللي هو الاكس نيجاتيف والواي بوزيتيف يبقى سكند كوادرانت. اما لو لقيت نفسك مشيت يمين يعني الاكس بوزيتيف ونزلت لتحت يبقى الواي نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف يبقى فورث كوادرانت. النقطه اللي كانت عندك في المساله اكس بالنيجاتيف مشيت شمال، واي بالبوزيتيف طلعت فوق، يبقى ده سكند كوادرانت يا دكتور. نمبر 3 ده solution set of the two equations x plus y equal 0 y minus 5 equal 0. ماذا نفعل في هذا السؤال؟ واحدة واحدة. ابدأ من الثانية. هتلاقي الواي مباشرة ببوزيتيف 5. واي بكام؟ بوزيتيف 5. خلي بالك انت ممكن من هنا تروح عامل كده. انا عارف ان باقي المسألة سهل، بس انا بقول لك بعرفك على طريقة جديدة اسمها يعني اللي هي مش هقول كانسليشن عشان ما تدخلش في البتاع ده. المهم يا جماعه انت لو خدت بالك هنا الواي طالعه بوزيتيف 5، فهو هنا الاختيار ده حاطط نيجاتيف في الواي وهنا برضو حاطط نيجاتيف في الواي، فالاجابتين دول غلط. طب انا عايز اكمل، عايز اعرف الاجابه الصح. تاني انت جبت الواي هنا بكام؟ جبنا الواي ب 5، نروح جايين عاملين كده الواي طلعت ايكوال 5. تعال نعوض بقى بدالها هنا، يبقى اكس بلس الواي اللي هي 5 ايكوال 0. طلع دي بره تبقى الاكس بنيجاتيف 5. يبقى الاوردر دي بير 5 نيجاتيف 5 ولا نيجاتيف 5 بوزيتيف 5؟ تقول لي اكس اولا يا استاذي. اكس اولا يبقى نيجاتيف 5 و5 جوه 6. اكس بنيجاتيف 5 واي ب 5. مستر انا حليتها بطريقه ثانيه طلع نفس الانسر صح، مش مشكله، مش لازم تقولها بقى. نمبر 4 يقول لك the solution set of the two equations in R is كذا. هنا نقف ثانية. أول حاجة ده سؤال تشوز. هل إجباري تروح تعمل substitution؟ طب cancellation اللي هي يعني adding أو subtracting، أو تعمل equation by 2 أو by 3 بعدين تعمل adding أو subtracting؟ لا. عارف إن كتير جري على الكالكوليتور صح؟ كم واحد بقى يا حلوين رتبها قبل الكالكوليتور؟ يعني ايه يا مستر؟ اصل انا مسكت الكالكوليتور، انا عارفك انا شايفك، وطلعت لي نيجاتيف 1 على 8 و11 على 8، طلعت فراكشنز غريبه مش موجوده في الاختيارات عشان انت عبيط. انا اسف يا دكتور يا باش مهندس، مش قلنا عشان تستخدم الكالكوليتور لازم يكونوا نفس الترتيب؟ يعني هنا اكس بعديها واي والرقم الابسوليوت تيرم بره، فهنا الواي جايه في الاول وبعديها الاكس، يبقى ترتب هنا اكس وبعديها واي والرقم الثانيه الناحيه الثانيه ب1. لما تروح تجيب بقى الكالكوليتور الله اكبر، لما تيجي تعمل مود 5 1 هتلاقي عندك هنا 1 3 4 1 ايكوال 3 ايكوال 4 ايكوال، الثانيه 1 3 1 1 ايكوال 3 ايكوال 1 ايكوال ماس ايرور نو سوليوشن. عندك انت بيطلع ماس ايرور. الكالكوليتور ما جابتش اجابه. ليه؟ لان دي يا اما الحاله الثانيه يا اما الحاله الثالثه، يا اما هيطلعوا باراليل يا اما هيطلعوا كوينسيدنت. ماذا تفعل؟ تعال على جنب، تعال نحل المساله كلها من اول وجديد. باك اندو. تعال كده مع بعض نعيش قليلا في رقم 4. تعال نجيب السلوب والسي في كل واحده من الاثنين. حتى هنا خلاص انا رتبتها عشان استخدم كالكوليتور وموضوعه انتهى. تعال هنا نجيب السلوب، هيبقى نيجاتيف كوفيشنت اكس على كوفيشنت واي، نيجاتيف 1 على 3. ونجيب السلوب نيجاتيف كوفيشنت اكس على كوفيشنت واي برضه نيجاتيف 1 على 3. تعال نجيب السي 1، الابسوليوت هنا 4 على كوفيشنت واي يبقى 4 على 3، والسي 2 الابسوليوت هنا 1 على كوفيشنت واي 1 على 3. هنا هل السي قد السي؟ لا، يبقى واحد عدى من فوق واحد عدى من تحت، الخطين باراليل، ولو كانوا باراليل يبقى السوليوشن سيت فاي. ماشي؟ باراليل يبقى السوليوشن سيت فاي. طبعا اللي شغل دماغه وعرف يختارها
من الكالكوليتور اوكي، بس انا بحب نمشي خطوات. تعال نشوف نمبر 5، سؤال سهل جدا بسيط جدا، قلته من شويه بس عارف ان كتير بينساه او ما بيركزش عليه. تعال اقوله معاك تاني. اول حاجه بيقول لك 3x equal 7 او ودي دي ديفايدد تبقى x equal 7 على 3. يا جماعه انا من شويه قلت لك لو x equal رقم تعمل ايه بايدك؟ كده. x equal رقم يبقى كده vertical line، فده تقدر تعمل عليه مثلا كده اهو. طيب 2y equal 9 يعني y equal 9 على 2، ايا كان الرقم y equal رقم تعمل ايه بايدك؟ تعمل كده كده اهو. طب لما جينا من شويه على الجراف ورسمنا خط باراليل للاكس هوريزونتال وخط باراليل للواي فيرتيكال، الخطين طلعوا ايه؟ بيربنديكولار. الله ينور عليك، بيربنديكولار يا باشا. ثانيه تعالى اهو 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 اهو، ما راحتش بعيد. اين انت؟ اهي. لما رسمنا خط بالعرض باراليل للاكس وخط بالطول باراليل للواي طلع الاثنين بيربنديكولار. يبقى لما يجي يسالك اكس ايكوال رقم او حتى 3 اكس ايكوال رقم 2 اكس ايكوال رقم و2 واي ايكوال رقم، يبقى الخطين دول هيكونوا بيربنديكولار، واحد بالعرض وواحد بالطول، يبقى الانجل بينهم 90. The two straight lines بتوع الايكويشن دي ودي، انا بس هطلع دي بره، هيبقى اكس بلس 5y equals 8. مالهم؟ باراليل ولا كونستانت ولا بيربنديكولار؟ ماذا افعل؟ عايز تحل كالكوليتور براحتك، انا هروح اجيب M1 و M2 C1 و C2. اللي راح عمل بالكالكوليتور يا جماعه هطلع له برضه ماس ايرور، فهيرجع يعمل نفس الخطوات. يلا معايا نبعد بس سنه، يلا بينا. M1 نيجاتيف كوفيشنت اكس على كوفيشنت واي يبقى نيجاتيف 1 على 5، و M2 نيجاتيف كوفيشنت اكس على كوفيشنت واي نيجاتيف 1 على 5. ام غير الام يبقى لازم اجيب السي، هو الفيصل. سي خلي بالك هنا الرقم بره يبقى 1 على 5. سي 2 انا اوريدي طلعتها بره بقت 8 على 5. السي غير السي يبقى واحد عدى فوق والتاني عدى تحت باراليل، يبقى الاجابه ايه؟ الخطين هيكونوا باراليل. نمبر 7 the solution set of the two equations. خلي بالك هنا اصلا مش حاطط حوار باراليل او فاي او انفينيت نمبر اوف سوليوشنز، هنا تحطهم تحت بعض وتحل بستبس براحتك، بس ليه؟ ده تشوز. امال دي لازمتها ايه؟ ايوه في الامتحان اللي تشوز تحله بالكالكوليتور لو تعرف عشان توفر وقت للمقالي، ولو زاد لك وقت اخر اللجنه تراجع المقالي برضه. ما هو اللي تشوز حضرتك المساله مترتبه كتبتها على الكالكوليتور مترتبه والاجابه اللي على الكالكوليتور موجوده يبقى سؤال مضمون. هنا مود 5 1، في ناس عندها مود 3 1، في ناس عندها مود 9 1 1 او 2 1 على حسب الكالكوليتور اللي انت شغال بيها. هنا A والبي والسي 1 ونيجاتيف 2 1 1 ونيجاتيف 2 و1. الناحيه الثانيه 3 1 و10 3 1 و10. اول ما ادوس ايكوال يطلع الاكس ب 3 والواي ب 1، 3 و 1 يبقى الاجابه دي. عادي؟ ايوه. نمبر 8 the two straight lines are intersecting at. عايز اعرف النقطه هيبقى intersecting في الاوريجين ولا في الفيرست ولا في السكند كوادرانت ولا الفورث كوادرانت، فانا عايز الاجابه ايه؟ فمود 5 1 3 و5 و0. انا متاكد ان هي مترتبه اكس واي والرقم بره، اكس واي والرقم بره، يبقى هنا 3 5 0 3 5 0 تاني 3 5 0 الناحيه الثانيه 5 نيجاتيف 3 0. اول ما يزيد ايكوال قال الاكس ب 0 الواي ب 0، يعني هنا اصلا السوليوشن سيت او الانترسكشن بوينت طلعت 0 0 اللي هي مين دي؟ الاوريجين بوينت، اسمها كده يا جماعه اوريجين بوينت. طيب نمبر 9 بيقول لك ايه؟ the number of solutions. هل واحد فقط؟ حل فريد ولا اثنين؟ انا ما عنديش حاجه بتطلع حلين عامه،
ماشي، ولا انفينيت ولا زيرو. هتجيب M1 و M2، هتجيب C1 و C2، هما الفيصل. تعال نجيب M1 و M2. نيجاتيف كوفيشنت اكس يبقى نيجاتيف 1 ديفايدد كوفيشنت الواي اللي هي نيجاتيف هاف. لما تمسك الكالكوليتور تكتبها ازاي؟ تكتب كده يا جماعه نيجاتيف 1 ثانيه كده، تكتب كده نيجاتيف 1 ديفايدد نيجاتيف هاف، فتلاقيها طالعه بكام؟ طالعه ب 2. ما تعملهاش فراكشن تحت بعض، لا اكتبها جنب بعض. طيب M2 يا رب يطلعوا مختلفين يا اخي عشان يطلع انترسكتنج وان سوليوشن، يا رب عشان اريح دماغي. طيب نيجاتيف كوفيشنت اكس يبقى نيجاتيف 2 ديفايدد كوفيشنت الواي اللي هي نيجاتيف 1. نيجاتيف على نيجاتيف بقت بوزيتيف 2. لا يا عم طلعوا ايه؟ السلوب قد السلوب، يبقى لازم اكمل واجيب السي. سي 1 الابسوليوت بره ب 4 ديفايدد نيجاتيف هاف. 4 ديفايدد نيجاتيف هاف. كالكوليتور يا اخويا يا ابو نيجاتيف 2 انت بس، نيجاتيف 8. سي 2 الابسوليوت 2 ديفايدد كوفيشنت الواي. فين؟ كوفيشنت الواي اللي هي نيجاتيف 1 طلع نيجاتيف 2. ده نيجاتيف 8 وده نيجاتيف 2 كلاكيت تاني مره. ما دام السي غير السي يبقى واحد عدى فوق والتاني عدى تحت، تمام؟ ما عدوش على نفس النقطه يا جماعه. ما دام السي مختلفه يبقى ما عدوش على نفس النقطه، يبقى اسمهم باراليل وعدد الحلول زيرو. عدد الحلول زيرو. نمبر 10 يقول لك if the two straight lines representing the two equations are parallel ماذا تستفيد؟ ما دام باراليل هقول له ان الام 1 قد الام 2. طب الام 1 اجيبه من هنا نيجاتيف كوفيشنت اكس يبقى نيجاتيف 1 ديفايدد كوفيشنت واي اللي هي 3 ايكوال الثاني نيجاتيف كوفيشنت اكس يبقى نيجاتيف 1 ديفايدد كوفيشنت واي اللي هي A اللي عايز يحسبها. كروس مالتيبليكيشن 3 باي نيجاتيف 1 ديفايدد نيجاتيف 1 طلعت ب 3، يبقى الاي بتاعتك ب 3. فكره كمان مهمه جدا جدا جدا، كل ده تبع ليسون 1. ايه اللي بيحصل؟ تلاقيه مديلك الايكويشن بشكل غريب y equal ax minus b. ايه ده؟ مش كانت ارقام 2x minus 3 و 3x minus 2 و 5x minus 7، ليه قلبها a و b؟ طول بالك وهتعرف. وهنا قال لك ay plus bx equal a. طب وبعدين يا عم الحاج ركز، where 2 و 1 is a solution for the two equations. يعني ايه؟ ما دام ادالك الاوردر بير، كلنا عارفين يا جماعه ان اي اوردر بير الاولاني دي بتتكتب بدال الاكس والتاني ده بيتكتب بدال الواي. يبقى انا هاجي في الايكويشن الاولى هشيل الاكس واحط 2، هشيل الواي واحط 1. في الايكويشن الثانيه اشيل الاكس واحط 2، اشيل الواي واحط 1. على طول كده طب تعالى نشوف. واي قلنا هكتب بدالها 1، اكس هكتب بدالها 2. ما عندناش حاجه في الماس يا جماعه اسمها A2. A باي 2 على طول تقول لي 2A ماينس البي. طبعا انا عارف ان ممكن نعدل دي نخليها ايكوال 1. يعني ايه؟ ده ال1 كان مكتوب هنا كتبناه الناحيه الثانيه. هسمي دي ايكويشن نمبر 1. ايه اللي حصل؟ شلنا الاكس وحط 2 وشيل واي وحط 1. ده اللي بيحصل يا حبيب قلبي في الاولى وفي الثانيه برضو. تعالى هنا شيل الواي يلا وحط بدالها 1. A باي 1 تفضل A بلس هشيل الاكس واحط 2 B باي 2 اسمها 2B. كل ده ايكوال 8. دي نمبر 2. سولف يا باشا. هل السؤال ده تشوز؟ لا، يبقى لازم خطوات. كيف سنفعل او كيف سنقوم بعمل خطوات؟ عايز تحل سبستيتيوشن براحتك. انا عن نفسي شايف ان انا اعمل فوق باي 2 عشان يبقى عندي هنا ايه 2B بالنيجاتيف و2B بالبوزيتيف، وعارف ان في ناس هتشتغل على اللي تحت. يا جماعه الاثنين واحد اقسم بالله. انا هشتغل على اللي فوق، هعمل هنا باي 2 فدي تبقى 4A
ماينس دي تبقى 2b ايكوال 1 باي 2 هتبقى 2. اما اللي تحت هسيبها زي ما هي a بلس 2b equals 8. ما دام هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف هعمل ادنج. 4a بلس a تطلع 5a. نيجاتيف 2 بلس 2 طارت ايكوال مكانها تنزل 2 بلس 8 ب 10. هودي ديفايدد 10 ديفايدد 5 تطلع ب 2. جبنا الايه؟ من اين ناتي بالبي؟ هجيبها من رقم 2 ان 2. هشيل الاي واحط 2 بلس 2b equals 8. يلا بينا البلس يروح ماينس تبقى 2b 8 ماينس 2 ب 6. اودي ديفايدد 6 ديفايدد 2 ب 3. السؤال يا جماعه خلاص انا جبت الاي ب 2 والبي ب 3. هو انا كان ينفع احط دول على الكالكوليتور؟ واحد او واحده قالوا لي لا ما ينفعش اصل دول A وB مش X وY. يا جماعه هي الكالكوليتور يعني شغل دماغك على الكالكوليتور، يعني حاول تستفيد منها. يعني ايه؟ يعني ممكن اشتغل بالكالكوليتور عادي كأن ده X وده Y، يعني مش هتفرق. فهدوس مود 5 1 ونبدا نكتب 2 نيجاتيف 1 1 2 ونيجاتيف 1 ب 1. خلصت اللي فوق انزل اللي تحت 1 و 2 8 1 و 2 و 8. اول ما ادوس ايكوال الاول طلع ب 2 اللي هي الاي طلع ب 2 والثاني طلع ب 3 اللي هي البي طلع ب 3. راح فين؟ باك اهي. يبقى دلوقتي انا استخدمت الكالكوليتور عشان تساعدني في حل امثله. تمام يا جدعان؟ طيب ده يعتبر الجزء الاول من حصه النهارده، وفي الجزء الثاني هنبدأ نتكلم على موضوع جديد solving an equation of second degree in one variable. عايزك تاخد نفس تحل كل اللي فات في الجزء ده بإيدك كويس، تفصل، ولو مركز دوس معايا على طول. يلا بينا حبايب قلب الزوز، تعال نكمل مع بعض ونبدأ نشتغل بداية درس جديد. ليسون 2 في الالجبرا بيتكلم على ايه؟ قال لي برضه بيتكلم على solving equations، بس المرة دي solving an equation واحدة فقط، بس of second degree. هتلاقي المسألة فيها x power 2 in one variable. يبقى ركز معايا كده، هتلاقي السؤال جاي لك بهذا الشكل. قول بسم الله بسم الله. تلاقي السؤال مثلا جاي لك بالشكل ده، مثلا x باور 2 minus 3x minus 10 equal 0. قبل ما اقول لك ازاي تحل هذه الايكويشن ناكد تاني ما اسم هذه الايكويشن. المسميات مهمه جدا يا حبيب قلبي. دي اسمها equation of second degree. ليه؟ في x باور 1 بس في x باور 2. ما دام فيها x باور 2 اصبح الديجري بتاعها هنا سكند مش فيرست، لان الديجري هي اعلى باور للاكس. اعلى باور للاكس عندي في المساله 2. يبقى دي اسمها ايكويشن اوف سكند ديجري. طب بالله عليك المساله فيها مثلا اكس وواي؟ لا ده فيها اكس بس، يبقى اسمها ايكويشن اوف سكند ديجري ان 1 فاريبل. المسميات مهمه قويه هتودي بيها في حته ثانيه. السؤال بقى او اللعبه، هو الكلام ده جديد؟ لا، ما حضرتك الترم الاول كنت بتعمل جراف للكوادراتيك فانكشن. يعني عايزك كمان تكون عارف ان اللي هي equation of second degree in one variable برضو تكون عارف ان اسمها quadratic equation. اسمها تاني ايه؟ quadratic equation. لازم تكون عارف الاسامي دي، ماشي؟ اللي فات يعتبر كان اسمهم لينير، كانوا بيطلعوا لاين، اما الكوادراتيك في الجراف كانوا بيطلعوا على شكل ايوه هو ده، او ساعات كان بيبقى كده. مش الكلام ده كان موجود الترم الاول؟ موجود عندي جزء في هذا الدرس برضو هنتكلم على الجراف بتاع الكوادراتيك فانكشن، بس النهارده انا هتكلم على حته معينه من او طريقه معينه من طرق solving الكوادراتيك equation. خد نفس وقول بسم الله الرحمن الرحيم. مستر
هو الايكويشن دي تتحل ازاي؟ راحت فين؟ استخبيتي ولا ايه؟ وجدتها اهي. ايكويشن زي دي لما كنا بنيجي نحلها اول حاجه كانت بتيجي في دماغنا الفاكتورايزيشن. تاني اعدادي الفاكتورايزيشن. ايه الفاكتورايزيشن ده؟ كنا بنعمل تو براكتس كده ونقول ان اكس باور 2 بتبقى اكس واكس، ونقول ان في هنا اشارات ساينز بوزيتيف بوزيتيف او نيجاتيف نيجاتيف او بوزيتيف ونيجاتيف او نيجاتيف وبوزيتيف. بس يعني الحوارات دي كانت عايزه حد قوي جدا في الحسابات او ليه في الحسابات يعني، وبيعرف يعمل ملتبلاي وبيعرف يعمل بلس وماينس بسرعه. فكان عندنا طريق بديل عشان اجيب الاشارات دي صح. كان عندنا طريق بديل اللي هو ايه؟ اللي هو كان مود 5 3 او في الكالكوليتورز الثانيه مود 3 3. فيطلع لك A وB وC بس. مين الاي والبي والسي؟ A هو الرقم اللي جنب اكس باور 2 اللي هي 1 وتدوس ايكوال. B الرقم اللي جنب الاكس اللي هي نيجاتيف 3 وتدوس ايكوال. C هو الرقم اللي لوحده الابسوليوت تيرم مفيش معاه اكس ولا معاه اكس باور 2 فهو نيجاتيف 10. اول ما تدوس ايكوال يقول لك اكس الاولى اول براكت هكتب فيه ايه؟ نيجاتيف 5. الله ينور. كنا بنعكس الاشاره اللي بتطلع على الكالكوليتور. ترم كامل يا جماعه بتاخد فاكتورايزيشن وكنت بتشتغل بده. فلو ناسي هقول لك دلوقتي امشي معايا بس واقول لك لو انت ناسي تعمل ايه. يبقى هنا طلعت 5 هكتب جوه البراكت ماينس 5. لما ادوس ايكوال تاني طلع نيجاتيف 2 يبقى جوه البراكت هكتب بلس 2. يبقى ال5 اكتب بدالها نيجاتيف 5 والنيجاتيف 2 اكتب بدالها بوزيتيف 2. بعد كده نكمل الماينس يطلع بره بلس، او كنا بنعمل كده كمان اكس ماينس 5 ايكوال 0 او اكس بلس 2 ايكوال 0. طول بالك معايا ده انا يا دوبك ببدا اول مساله. في حد قاعد يقول مش فاهم مش فاكر مش عارف. اسمع طول بالك، دي اول مساله في ليسون 2 يعني اكيد هعيد مره واثنين، ولو انت في حاجه ناسيها اقول لك تفتكرها ازاي ونفتكرها مع بعض ونراجعها. اسمع بالراحه وسمي الله. الماينس يروح الناحيه الثانيه بلس، البلس يروح الناحيه الثانيه ماينس. يبقى هنا ركز بقى معايا السوليوشن ست. نعمل البراكتس بتاعت الست ولكن مش هنعمل اوردر ديبير. ليه يا مستر؟ عشان مفيش اكس وواي، هو 1 لتر فمفيش اوردر ديبير. افهم قبل ما تبصمج تبقاش حفيظ. شغل دي مثلا ما فيهاش اكس وواي يبقى مفيش اوردر ديبير. فهنا نكتب 5 نيجاتيف 2 او ممكن واحد تاني يكتب كده نيجاتيف 2 5. ترتيب مش مهم. ليه؟ مفيش اوردر ديبير. امتى كان في اوردر ديبير؟ لما المساله كان فيها اكس وواي. يبقى بالعقل مسالتك فيها 2 لترز لازم اوردر ديبير. مسالتك فيها 1 لتر مش لازم اوردر ديبير، ست فقط. طبعا الترتيب مش هيفرق. خلينا نكتب 5 نيجاتيف 2 بس ونقف ثواني وتاخد نفس كده ونقول من اول وجديد بالراحه. انت اول ما تشوف هذه الايكويشن تقول لي هذه كوادراتيك ايكويشن. اسمها ايه؟ كوادراتيك. ليه؟ فيها اكس باور 2. او تقول لي ايكويشن اوف سكند ديجري. فهل ينفع تقول لي الماينس يطلع بلس؟ لا، ما دام في باور 2 باور 1 يبقى اول حاجه تجربها الفاكتورايزيشن. طب اول واحد رفع ايده او اول واحد سال سؤال، مستر انا ما كنتش بعرف اعمل فاكتورايزيشن. واحد تاني عكسه تماما، مستر انا كنت برنس في الفاكتورايزيشن. الاثنين دلوقتي ده بيقول انا مش عارف خالص ناسيه، وده بيقول انا كنت كويس جدا بس برضه ناسيه. فانا اقول لحضرتك حاجه بسيطه عشان تفتكر الفاكتورايزيشن. قدامك طريقين. عايز تعمل الفاكتورايزيشن بدماغك كامله، انت قوي في التيبل حافظ الجداول كويس وسريع في البلس والماينس، في فيديو منفصل اسمه هاو تو فاكتورايز حوالي 30 او 35 او 40 دقيقه. هبعت لك اللينك بتاعه منفصل. قول لي بس مستر انا عايز فيديو الفاكتورايزيشن من 30 دقيقه 40 دقيقه هفكرك بكل التفاصيل لو انت حافظ جدول الضرب. طب لا انا ما بحبوش ومش هقعد احفظه دلوقتي. في طريقه تانية اسمها ايه؟ فاكتورايزنج يوزنج كالكوليتور. 10 دقائق ازاي تطلع التو براكتس دول باستخدام الكالكوليتور، وانا كده كده هراجع الخطوات بتاعت الكالكوليتور دي في اغلب الامثله هنا. تمام؟ فلو انت عايز بعد ما تخلص الدرس ده عايز تدوس اكتر على الفاكتورايزيشن اطلب فيديو الفاكتورايزيشن. طب مستر
انا دلوقتي حاسس ان انا السنه دي افضل، فانا عايز الفيديوهين وهقعد اتفرج على الاثنين كل ما اكون فاضي عشان ابقى عارف المنتال وعارف الكالكوليتر. اقول لك ده انت كده برنس، اطلب الفيديو بتاع الفاكتورايزيشن اللي انت عايزه، او اطلب فيديوهين الفاكتورايزيشن، نحط لك اللينك ده واللينك ده، افتح واتفرج ولخص، وكل ما تكون فاضي ادخل اتفرج عليهم تاني. حلو الكلام؟ حلو الكلام. حلينا مشكله الفاكتورايزيشن؟ اتحلت. انا دلوقتي كل ما تيجي مساله همشي معاك بالتفصيل الممل، يعني مش هعتبر انك عارف فاكتورايزيشن، بس انا وانا بحل هحل دايما بالكالكوليتر. لو عايز منتال زي ما بقول لك ده منفصل، لان دي خطوه من خطوات الحل. انا مش جاي النهارده عشان ادربك على الفاكتورايزيشن، انا عايز السوليوشن سيت. تمام؟ طيب، فلما نبص مثلا على سؤال تاني، وليكن مثلا x باور 2 بلس 4x مثلا بلس 3 ايكوالز 0. هروح عامل التو براكتس ايكوال 0. x باور 2 بتبقى x وx، عشان اجيب باقي الارقام بالاشارات بتاعتها يا مود على حسب الكالكوليتر اللي في ايدك، مود 5 3 في ناس، مود 3 3 في ناس، مود 9 2 1. الكالكوليتر اللي اسمها اي ار اكس. ايا كان، لو انت مش عارف تستخدم الكالكوليتر اللي معاك صورها وابعت لنا على رقم الواتساب او على الماسنجر، واحنا نقول لك ازاي تجيب طريقه كل ايكويشن من الايكويشنز اللي انت شغال عليها طول المنهج باذن الله. المهم هنا الكالكوليتر دي اللي فيها 8 في المود، بنختار مود رقم 5 ايكويشن، وبعدين رقم 3 اللي فيها باور 2، فيطلع لك A وB وC. مين بقى الاي والبي والسي؟ بالراحه تعال، عشان ده انا محتاجه قوي 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 في حاجه جديده النهارده. A الرقم اللي جنب x باور 2، 1 الرقم اللي جنب x باور 2 كوفيشنت x باور 2 فقط. مين البي؟ الرقم اللي جنب الاكس. لا مش 4x يا جماعه، 4 فقط، الرقم ده باشارته من غير الاكس. مين بقى السي؟ الرقم ده اللي هو اسمه ابسوليوت تيرم او اسمه فري تيرم، مفيش جنبه اكس مفيش جنبه اكس باور 2. ادي ايه وبي وسي، اروح احطهم على الكالكوليتر، A ب 1 B ب 4 C ب 3. اول ما تدوس ايكوال، اول اجابه نيجاتيف 1 يبقى جوه البراكت بوزيتيف 1، ثاني اجابه نيجاتيف 3 يبقى جوه البراكت بوزيتيف 3، يبقى هنا بوزيتيف 1 وهنا بوزيتيف 3. بعد كده في خطوه عايز تكتبها اوكي، مش عايز تكتبها براحتك. ايه هي؟ انك تقول لي ان هذا البراكت من غير علامه البراكت ايكوال 0، او هذا البراكت ايكوال 0، فالبلس يطلع ماينس، فالبلس برضو يطلع ماينس. فهتلاقي حاجه غريبه. ايه هي؟ ان الارقام دي السوليوشن سيت هي اللي بتبقى طالعه على الكالكوليتر. الكالكوليتر يا جماعه بتطلع لي السوليوشن سيت. طب معلش يا مستر، لما الكالكوليتر بتطلع السوليوشن سيت انا ليه بعمل الخطوات دي؟ لو طلب السؤال مقالي فانت عايز تعمل خطوات، فاحنا بنتحايل، يعني بنستخدم الكالكوليتر عشان نعمل بيها خطوات، فاحنا بنمشي يعني ايه خطوات عكسيه. ماشي؟ يعني هنا كانت نيجاتيف 3 فترجع مكانها بوزيتيف 3، هنا كانت نيجاتيف 1 ترجع مكانها بوزيتيف 1. يبقى حضرتك طريقه استخدام الكالكوليتر عشان نعمل فاكتورايزيشن ان انا بعد ما بيطلع الحل على الكالكوليتر بحطه بعكس الساين او بعكس الاوبريشن جوه البراكت، ومع التكرار هتعرف كل حاجه. حتى الان لما اجي اسالك احنا بنحل المساله دي بكم طريقه، هتقول لي طريقتين. لو واحد قال لي ايه ده؟ مفيش غير طريقه واحده يا مستر، هي الكالكوليتر. الطريقه دي يا جماعه اسمها كاسم بالمكتوب ده اسمها فاكتورايزيشن. الطريقه الثانيه اللي هي بالكالكوليتر تشيك. هو احنا بنستخدم الكالكوليتر عشان نعمل الفاكتورايزيشن. عامه دول يا جدعان يعتبروا طريقتين مش طريقه واحده. دول يعتبروا طريقتين مش طريقه واحده، ان انا بعمل تشيك بالكالكوليتر وان انا بعرف اعمل خطوات الفاكتورايزيشن. يبقى لما نيجي نشتغل على الكوادراتيك ايكويشن، اول حاجه هتقول لي عندي طريقه الكالكوليتر. لو المساله تشوز الكالكوليتر تخلص معاك في ثواني. طب لو عايز خطوات، اول حاجه من الخطوات كانت الفاكتورايزيشن. هل في طرق تانية يا مستر؟ قال لي في مساله كده مشهوره جدا 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 في الكوادراتيك ايكويشن اللي هي ايه؟ اللي هي اكس باور 2 ماينس 4. تعالى كده معايا ثانيه نكتبها هنا، تعالى نكتبها هنا. اكس باور 2 ماينس 4 ده سؤال ايكوالز 0. مساله زي دي عشان احلها اول حاجه
تعرف فاكتورايزيشن؟ تقول لي ده اسهل نوع فاكتورايزنج، كان التو براكتس دول اكس واكس بلس وماينس و2 باي 2. بعد كده اكس بلس 2 اساويها بزيرو، واكس ماينس 2 اساويها بزيرو، فالبلس يطلع بره ماينس يبقى نيجاتيف 2، والماينس يطلع بره بلس يبقى بوزيتيف 2. مش شرط طبعا تحط علامه البلس، مساحي بقى. فيبقى السوليوشن ست النيجاتيف 2 و2، تاكد معايا من غير اوردر بير. ده طريق. الطريق التاني مستر، مش زمان كنا بنقول ان الماينس يطلع بلس؟ another answer. عشان بس محدش يجي يقول لي ايه هو انا بعمل كل الطرق في المسائل. لا، انا بوري لك ان عندك اوبشنز كتيره على حسب شكل السؤال. الماينس كان بيطلع بلس، 0 بلس 4 تفضل 4. بعد كده الباور 2 بيتنقل ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف روت ال 4، فيبقى بوزيتيف ونيجاتيف 2. يبقى السوليوشن ست تفصل 2 لوحدها ونيجاتيف 2 لوحدها. الفاينل ريزلت ما اتغيرش. طب لو في الامتحان وفي درجات، دي تاخد فول مارك ودي تاخد فول مارك. السؤال بقى هو دلوقتي انا بقى عندي طريقه ثانيه اللي هي يعتبر خطوات الايكويجن. امتى ينفع تعمل خطوات الايكويجن؟ لو ما فيش اكس في النص، في اكس باور 2 في رقم، تمام ماشي. فهنا كان ينفع اعمل خطوات الايكويجن. السؤال بقى هل مساله زي دي ينفع البلس يطلع ماينس واعمل الخطوات دي؟ لا. هنا لما يكونوا 3 اجزاء تراينوميال، هل ينفع الماينس يروح بلس وسولف ايكويجن؟ لا. هنا مفيش غير فاكتورايزيشن او كالكوليتور. اما هنا في فاكتورايزيشن وفي ايكويجن. السؤال اللي هساله لك دلوقتي مهم جدا، هل ينفع المساله دي تتحط على الكالكوليتور؟ هتقول لي اه يا مستر سهله. المشكله بقى في ايه؟ لما اجي اسال الناس ايه هنا بكام، هيقولوا لي 1 صح اللي جنب اكس باور 2. طب بي بكام؟ الاغلبيه العظمى يقول لي بنيجاتيف 4. غلط. مش كنا بنقول البي يا جماعه هي اللي جنب الاكس باور 1؟ طب المساله دي فيها اكس باور 1؟ لا. يبقى لو المساله ما فيهاش اكس لوحدها كده تقول لي البي بزيرو. امال ايه الرقم ده يا جماعه؟ قلت لك الرقم اللي ما فيش جنبه اكس وما فيش جنبه اكس باور 2 ده السي. تاني، في اكس باور 2 الرقم اللي جنب اكس باور 2 1 هو الايه. طب في اكس؟ لا. ما دام ما فيش اكس لوحدها كده يبقى البي بزيرو. اما السي هو الرقم ده. فلو رحت استخدمت الكالكوليتور دلوقتي هل هيطلع نفس الفاينل ريزلت؟ مود 5 3. تعالى نكتب 1 و0 ونيجاتيف 4. اول ما تدوس ايكوال الاجابه الاولى 2 والاجابه الثانيه نيجاتيف 2. اما لو انت جيت قلت لي كده اصلا يا مستر عملت كده مود 5 3 ورحت كاتب 1 وجيت عند البي كتبت نيجاتيف 4، ده غلط. وجيت عند السي ما لقيتش حاجه ثانيه رحت كاتب 0. بص الاجابه هتطلع ايه؟ 4 و0. هل هي الاجابه هنا طلعت 4 و0؟ لا. يبقى اللي انت كاتبه مش المساله غلط، انت كاتب على الكالكوليتور غلط. ليه؟ نقول لاخر مره، لو مفيش اكس يبقى البي 0. لو مفيش اكس تبقى البي بزيرو. مثلا لو السؤال جاي كده يا جماعه 2 اكس باور 2 ماينس 50 ايكوال 0. هنا A بكام؟ A ب 2. B بكام؟ B بزيرو مفيش اكس. C بكام؟ C بنيجاتيف 50. هتلاقي الناس دلوقتي اتقسمت نصين. خلاص يا مستر انا عرفت ان مفيش اكس يبقى البي بزيرو. ليه الاي ب 2؟ هو مش دايما الاي ب 1؟ مين اللي قال الكلام ده يا جماعه؟ وانا عشان حليت 3 مسائل او 4 اي ب 1 دايما فيبقى خلاص ثابت في الماث عموما ان الاي دايما ب 1؟ غلط. ايا كان الرقم اللي جنب الاكس باور 2 هو الاي. يبقى هنا ايوه A ب 2. ما دام مفيش اكس يبقى البي بزيرو. طب والسي نيجاتيف 25. تعال نجرب كالكوليتور وبعدين نجرب الخطوات بتاعت الايكويجن. هنا هنقول مود 5 3 A ب 2 B ب 0 C بنيجاتيف 50. تطلع الإجابة 5 ونيجاتيف 5. 5 ونيجاتيف 5. طب لو حبيت أحلها إيكويجن هل هيطلع 5 ونيجاتيف 5؟ تعال نشوف. ماينس يروح، تقول لي الماينس
يا مستر بيروح بلس. طب المالتبلاي 2 تروح الاول ديفايدد 2، 50 ديفايدد 2 تطلع لك 25. واخيرا الباور 2 يتنقل بوزيتيف نيجاتيف روت ال 25 تبقى بوزيتيف ونيجاتيف 5، يبقى السوليوشن 6 5 ونيجاتيف 5. هتلاقي واحد قال لي ايه؟ ماشي حليناها ايكويشن وحليناها بالكالكوليتور، هل ينفع دي تتحل فاكتورايزيشن؟ بس كان في حاجه بتتعمل دايما في الاول، حاجه يا جماعه كتير جدا منكم ناسيها، HCF الهايست كومون فاكتور. الناس اللي هتروح تتفرج على فيديو الفاكتورايزيشن منتال هتستفيد كتير كتير. واول حاجه هبدا بيها الفيديو بتاع المنتال ده الهايست كومون فاكتور او الكومون فاكتور. مش 2 و 50 دول ايفن نمبرز موجودين في تيبل 2؟ ايوه، يبقى كانك بتاخد هنا ديفايدد 2 وهنا ديفايدد 2، فلما نعمل ديفايدد 2 يتبقى الاكس باور 2. اما لما نعمل 50 ديفايدد 2 يتبقى 25، كل ده ايكوال 0. اعمل 50 ديفايدد 2 تطلع 25 لو انت ماسك كالكوليتور، سيب ال 2 في حالها وافتح 2 براكتس، اكس باور 2 تبقى اكس واكس، نيجاتيف يبقى بوزيتيف ونيجاتيف، 25 يبقى 5 باي 5، كل ده ايكوال 0. تمام؟ يا اما اخد البراكت ده ايكوال 0 يا اما اخد البراكت ده ايكوال 0. يبقى البلس 5 تروح ماينس 5 والماينس 5 تروح بوزيتيف 5. طب وال2 دي ولا ليها لازمه. هنا ال2 دي كان ممكن اوديها ديفايد اصلا، ماشي؟ كان ممكن نعمل 0 ديفايدد 2 فيبقى كده اكس بلس 5 واكس ماينس 5 ايكوال 0 ديفايدد 2 فتطلع 0. ماشي؟ فنبدا نقول له دي تطلع بره يبقى اكس بنيجاتيف 5، دي تطلع بره يبقى اكس بوزيتيف 5، يبقى السوليوشن 6 بوزيتيف 5 ونيجاتيف 5. يبقى حضرتك دلوقتي احنا بنجري وبنتعامل جوه الدرس كويس جدا. الدرس اللي هو اسمه ايه؟ اسمه solving equation of second degree in one variable، او سريعا اسمها ايه؟ quadratic equation. شغالين لحد دلوقتي بكام طريق؟ قلنا كالكوليتور وفاكتورايزيشن، وزاد عندي في مسائل معينه اللي بيبقى ما فيهاش اكس دي ان انا بعمل ايه؟ خطوات ايكويشن. هل في طرق تانية غير الثلاثه دول؟ قال لي لسه في طريقين تاني. حاجه اسمها جنرال فورمولا وده يعتبر قلب الدرس الاساس بتاع الدرس، وحاجه اسمها جرافنج وده بتاع الترم الاول. فانا دول مش هتكلم عنهم النهارده، اتقل وهتعرف ليه. تعالى بس نشتغل شويه اكتر على الكالكوليتور والفاكتورايزنج ولو نفع ايكويشنز تانية. ادي اول مساله عندك حليتها بالخطوات بتاعت الايكويشن، ماينس راحت بلس، باور 2 راح بوزيتيف ونيجاتيف روت. في نفس الوقت حليتها ايه؟ بالفاكتورايزيشن، فاكتورايزنج. يبقى انا حليت المساله بطريقتين، ولو عايز تعمل تشيك بالكالكوليتور مش هتقول لك لا. تعالى نبدا نشوف شويه امثله ثانيه يا جماعه عشان ناكد على خطوات الفاكتورايزيشن. هنا هل ينفع تقول لي ال10 تطلع بره بالنيجاتيف؟ لا، مش هينفع نكمل، مش هينفع نحل، ما فيهاش خطوات. فهنا ما ينفعش تقول لي البلس يطلع ماينس. طب ايه العمل؟ تقول لي هعمل 2 براكتس. انا اللي اعرفه ان اكس باور 2 هتبقى اكس واكس. طب والاشارات بقى والدنيا دي كنا بنعمل كده، مود 5 3، A اللي جنب اكس باور 2 ب 1، B اللي جنب اكس بنيجاتيف 7. تتاكد اللي بتكتبه بيتنقل هنا، C ب 10. الارقام اللي هتطلع اعكسها، 5 يبقى اكتب في اول براكت ماينس 5، 2 يبقى اكتب في ثاني براكت ماينس 2، هنا ماينس 5 ماينس 2. دي خطوه الفاكتورايزيشن اللي هتخلص لك المساله. بعد كده الماينس يطلع بلس يبقى 5، الماينس يطلع بلس يبقى 2، يبقى السوليوشن ست 5 و2 وتعمل اوردر دي بير 5 و2، 2 و5. الترتيب مش هيفرق عشان هنا مفيش اوردر دي بير. انا عايزك توقف تكتب السؤال ده بره، اكس باور 2 بلس 7 x بلس 6 ايكوال 0 وتعمل خطوات ما تحلهاش بالكالكوليتور، بس اكتب الخطوات اللي تعرفها. وقف اكتب خطوات في ورقه وارجع لي. المفروض ان اول حاجه انت عملتها عملت 2 براكتس ورحت كاتب كده اكس واكس ورحت مستخدم الكالكوليتور. تمام؟
فكتبت 1 و7 و6. انا هكمل بدماغي تمام. فالمفروض ان يطلع لك على الكالكوليتور نيجاتيف 6 ونيجاتيف 1، فهتروح كاتب كده هنا بوزيتيف 6 وهنا بوزيتيف 1. خلي بالك الترتيب مش هيفرق، يعني ممكن تبقى كاتب بلس 1 في الاول وبعدين بلس 6 في الثاني، مش مشكله عادي. المهم ان انت هترجع تكمل الخطوه دي اساسيه، اللي بيطلع الكالكوليتور بعكسه. بعد كده يا اما تعمل الخطوه دي x بلس 6 ايكوال 0، x بلس 1 ايكوال 0، ثم x ايكوالز نيجاتيف 6 وx ايكوال نيجاتيف 1، يبقى السوليوشن سيت نيجاتيف 6 ونيجاتيف 1. او في ناس ما بتكتبش الخطوه دي، بتيجي مباشره تروح على طول البلس يطلع بره ماينس، البلس يطلع بره ماينس، عادي مفيش اي مشكله. لو كتبتها افضل اهي، لو كتبتها افضل، ما كتبتهاش عادي، وتعمل تشيك يطلع معاك نفس الفاينل ريزلت. الترتيب مش مهم، بنأكد هنا مفيش اكس وواي 1 لتر، يبقى نكتب الست او الست بتاعتك الترتيب اللي جوه مش مهم عشان مفيش اوردرد بير. طيب تعالى نشوف اكزامبل 4. انا هقعد احل على الفاكتورايزيشن على قد ما اقدر، ولو عايز خطوات الفاكتورايزيشن اطلب فيديو الفاكتورايزيشن واتفرج عليه لوحده. عايز اعمل منتال يا مستر اعلمك 10 على 10. تعال نشوف دي اكس باور 2 ماينس 6 اكس بلس 9. جرب بالكالكوليتور وما تتخضش. ادي اكس باور 2 ماينس 6 اكس بلس 9 ايكوال 0. اللي هيروح يجيب الكالكوليتور هيحصل معاه حاجه غريبه. ايه هي؟ تعال اقول لك. عامه هبدا اكس واكس، اكس باور 2 بقت اكس واكس. اللي راح يستخدم الكالكوليتور طلع معاه ايه؟ طلع معاه رقم واحد بس. كل مره كان يطلع لك ايه؟ يقول لك اكس 1 واكس 2. لما تيجي تشتغل بالمساله دي مود 5 3 هتلاقي المساله مطلعه اكس واحده. ايه ده؟ مش لازم حلين، هقول لك اتقل. تعالوا نشوف. هنكتب 1 a ب 1 b بنيجاتيف 6 والسي ب 9. اول ما ادوس ايكوال طلع ايه؟ اكس ايكوال 3. ده معناه ايه؟ معناه ان الاجابتين اللي هنا ايوه الله ينور هم يبقى هكتب هنا ماينس 3 وهكتب هنا ماينس 3، كل ده ايكوال 0. فلما ده يطلع بره يبقى اكس ايكوالز 3، ولما ده يطلع بره اكس ايكوالز 3. تبقى السوليوشن سيت ايه؟ 3 واحده، لانه جوه الست ممنوع التكرار. ممنوع التكرار يا جدعان. يبقى عشان كده طلع لي اجابه واحده فقط، او يعني الاثنين طالعين نسخه من بعض، فطلع عندي 1 سوليوشن. يبقى دلوقتي المساله دي طبعا عايزك توقف كده لمده نص دقيقه وتفتكر في تانية اعدادي الشكل ده الثلاثه دول كان ليهم اسم. لو افتكرته قوم لاي حد في البيت قول له هات 50 جنيه. المستر قال لي لو افتكرت اسمها المستر يعني قال لي قوم خد من حد في البيت 50 جنيه. ماشي؟ هنتشتم انا وانت بس مش مشكله، اجرينا على الله. ماشي؟ دي يا جماعه اكس باور 2 ماينس 6 اكس بلس 9 لما كان بيطلع نفس البراكت هو فساعات كنا بنكتبه كده نفس البراكت باور 2 كان ليها اسم. حد افتكره؟ كان اسمها البيرفكت سكوير تراينوميال، البي اس تي. بيرفكت سكوير تراينوميال، بي اس تي، بيرفكت سكوير تراينوميال. ماشي؟ يعني دي لوحدها كده اسمها من غير الايكوال 0 يا جماعه، انا بتكلم على دي بس. ماشي؟ عامة ده اسم من تاني اعدادي، لو انت عارفه يبقى انت كده ايه بسم الله ما شاء الله عليك. طيب يبقى في كذا مسألة، او كل المسائل اللي فاتت كان بيطلع ايه؟ 2 انسرز او 2 سوليوشنز. هنا طلع لي ايه؟ 1 سوليوشن. تعال نشوف دي. مبدئيا مفيش اكس يبقى البي بزيرو. فلو كتبتها على الكالكوليتور، تعال اوري لك الكالكوليتور وبعدين افكرك بالخطوات. مود 5 3 ايه عندك ب1؟ ما دام مفيش اكس يبقى البي بزيرو والسي عندك ب9. اول ما ندوس ايكوال يا جماعه طلع ايه؟ اي. ايه الاي ده؟ وفي ناس اصلا الكالكوليتور عندها بتطلع ماس ايرور. حضرتك كطالب لسه بتدرس ريل نمبرز فقط، فانت ما عندكش حاجه اسمها اي. اي دي يا جماعه حاجه جديده يمكن تدرسها في اولى ثانوي
او ممكن مع تغيرات المناهج تنزل لثالثه اعدادي في السنين اللي جايه. عامه حضرتك كطالب دلوقتي ما عندكش اي، ما عندكش اي، معنى كده ان السوليوشن سيت هنا ايه؟ فاي. ليه بقى؟ تعالى هنا يا جماعه مفيش فاكتورايزيشن، مفيش، وهفكرك ليه بعد شويه. عامه خلينا نمشي خطوات. اكس باور 2 بلس 9 ايكوال 0 بلس يطلع ايه؟ ماينس، بقت نيجاتيف 9، والباور 2 يتنقل بوزيتيف نيجاتيف روت نيجاتيف 9. طب روت النيجاتيف 9 بايه؟ مش موجود في الريل نمبرز يا جماعه، ما كانش في حاجه اسمها روت النيجاتيف doesn't belong to R، يعني السوليوشن سيت فاي. السوليوشن سيت فاي. يبقى في امثله، انا دلوقتي مثال رقم 5 1 و 2 و 3، الامثله 1 و 2 و 3 واللي انا حليتهم معاك في اول الدرس كان كله بيطلع اجابتين مختلفتين. رقم 4 طلعت نفس الاجابه فكتبت 1 سوليوشن. رقم 5 طلع مفيش حل، سوليوشن سيت فاي. الكلام ده مهم عشان المره الجايه لما نيجي نكمل على الدرس ده هتشوف شويه تفاصيل زياده. المهم رقم 6 رجع بدا يديني مسائل تانية، دي هتطلع حلين ودي هتطلع حلين. تعال نشوف تاني المسائل العاديه. 2 براكتس اكس باور 2 بهكتب اكس واكس وهنا ايكوال 0، ثم الاشارات بقى بتاعتك لما تستخدم الكالكوليتر هتلاقي عندك هنا تعالى اوريك مود 5 3، هنكتب هنا 1، بعد كده 6، بعد كده نيجاتيف 14. اول ما تدوس ايكوال يا جماعه بص الاجابه هتبقى عامله ازاي؟ نيجاتيف 3 بلس 2 روت 23 7 و 2 يبقى دي 5. معلش يا جماعه في غلطه كتابه هنا، دي 5 مش 6، دي 5 عشان ده لسه ما رحنالوش يعني الكلام ده. تمام، يبقى هنا لو دي 5 هيطلع عادي يا جماعه. الحته اللي فاتت دي اللي طلع على الكالكوليتر هنا خلاص كان في غلطه كتابه هنا. مود 1 رجعنا الكالكوليتر لاصلها. انت بقى لما تشتغل هنا 1 و5 ونيجاتيف 14 هتلاقي الاجابتين يطلعوا عندك واحده. هيبقى عندك هنا بلس 7 وهنا ماينس 2. معنى كده ان اللي كان طالع على الكالكوليتر 2 فاحنا كتبناها نيجاتيف 2، وكان طالع نيجاتيف 7 فاحنا كتبناها بوزيتيف 7. تعال نشوف مع بعض. مود 5 3 ايه هنا بكام؟ تقول لي ب1. بي هنا بكام؟ تقول لي ب5. سي بنيجاتيف 14. اول ما ادوس ايكوال يا جماعه اول اجابه 2 فانا كتبتها ماينس 2، ركز. بعد كده نيجاتيف 7 فانا كتبتها بلس 7. تمام، دي خطوه الفاكتورايزيشن باستخدام الكالكوليتر. ثم نعمل دي تطلع بره يبقى نيجاتيف 7 ودي تطلع بره تبقى بوزيتيف 2. يبقى السوليوشن سيت نيجاتيف 7 و2 من غير اوردرد بير. كمان واحده 1 لتر واسمه واي عادي. مود 5 3 برضه. هنا هنعمل 2 براكتس واي باور 2 هتبقى واي وواي. بعد كده هتلاقي عندك بوزيتيف 2 ونيجاتيف 6. انا بعمل ازاي الكلام بتاع المنتال ده؟ هتلاقيه في فيديو الشرح بتاع فاكتورايزيشن منتال. تمام، مش عايز ادخل يعني في الدوامه دي. انت هتمسك كالكوليتر وهتعمل مود 5 3. A بتاعتك ب1، B بتاعتك كانت هنا نيجاتيف 4، وسي بتاعتك كانت نيجاتيف 12. اول ما تدوس ايكوال الاجابه الاولى 6 فانا كتبتها ماينس 6، عادي ان انا اكتبها في البراكت الثاني. لما ادوس ايكوال الحل الثاني كان نيجاتيف 2 فهتلاقيني كتبته بلس 2 وارجع اكمل خطواتي. ده يطلع بره يبقى نيجاتيف 2 ودي تطلع بره تبقى بوزيتيف 6. يبقى السوليوشن سيت نيجاتيف 2 و6. نفس اللي مكتوب هنا هتلاقيه مكتوب عند حضرتك في الكتاب. هيفضل يكرر في الكلام ده يا جدعان لحد ما نوصل لنوع مختلف. انا عايزك توقف الفيديو وتحل الاثنين دول، تعمل فاكتورايزيشن بالكالكوليتر، او لو انت واحد من الناس اللي راحت اتفرجت مثلا وقف الدرس وراح اتفرج على الفيديو بتاع فاكتورايزيشن منتال ورجع كمل، انا ما عنديش مشكله. ليه؟ الخطوه دي يا جماعه خلاص انا هبدا اشوف الحل، فانت المفروض وقفت وجربت حل بدماغك او بالكالكوليتر، كتبت خطوات وهتقارن معايا دلوقتي. الخطوه بتاعت الفاكتورايزيشن سواء انت عملتها منتال او عملتها بالكالكوليتر ككتابه
وكدرجات فانت موضوعك انتهى، خدت الدرجه. لكن طبيعي اللي بيفضل يشغل دماغه اكتر يا جماعه بيبقى افضل في السنين اللي جايه، حتى لو الموضوع صعب في الاول. تشغل دماغك وتجرب وبعدين تتشيك بالكالكوليتور، ده الافضل. الكتير اللي بيريح دماغه يا جماعه ويقول لك ده الاي اي وزمن الاي اي وزمن الكالكوليتور، انا مش هرجع اعمل بلس وماينس وادور على رقمين الباي بتاعهم مش عارف كام، صوته بيروح. عامه الافضل تجرب دماغك وبعد كده تبدا تشوف الكالكوليتور. ده لو انت حافظ جدول الضرب او عندك نيه تحفظه. لو ما عندكش نيه او مش حافظ يبقى خلاص الموضوع انتهى، الكالكوليتور هتنجز معاك. ده كان نمبر 8 و9، مفيش اي كلام جديد. هنا يا جدعان هنعمل ستوب وهنقول كفايه جدا 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 على محتوى الحصه الثانيه. انا قفلت معاك ليسون 1 بادفانسد كويستشنز، ليسون 1 الجبرا، بدات معاك ليسون 2. انا عندي في ليسون 2 في جزئين مهمين جدا، حاجه اسمها الجنرال فورمولا وحاجه اسمها الجرافنج، هتكلم عنهم المره الجايه بالتفصيل. وزود على كده مفيش هوم وورك في الحصه دي، انا عايز كل الامثله اللي اتحلت في الفيديو ده تتحل بايدك بره، ده الواجب بتاعك. دول لو ظبطوا يا جماعه تبقى الدنيا معاك زي الفل. طيب حضرتك معاك مثلا بي دي اف المعاصر، ممكن تفتح وتحل شويه امثله من ليسون 1 او تتقل لحد الحصه اللي جايه، لان انا ان شاء الله هخلص ليسون 2 وهحل عليه ادفانسد كويستشنز. تمام؟ فالحصه اللي جايه ان شاء الله هنبقى مخلصين ليسون 1 و2 وهيبقى فيهم شويه افكار تاني في اخر الدرس، هنحل شويه افكار زياده كتيره على الدرسين مع بعض، وهيبقى الهوم ورك بتاعهم تقيل شويه. يبقى الواجب بتاعك المره دي انك تحل كل الاسئله اللي في الفيديو ده تاني من اول وجديد. ظبطوا معاك هتبقى زي الفل باذن الله. اخر حاجه وقبل ما نقفل الفيديو نقول مع بعضينا ماسس تمام مع عبد العزيز تمام. اشهد ان لا اله الا الله واشهد